شهر النصب على المصريين. شهر مارس زي دلوقتي السنة اللي فاتت كان في 80 ألف واحد مصري رايحين يقدموا بلاغات في تطبيق اسمه هوك بول. نصب عليهم وسرق 19 مليون جنيه منهم بعد ما اقنعهم في الاستثمار في التعدين بتاع العملات الرقمية عن طريق الموبايل بتاعهم. طب نتعلم بقى احنا؟ ما حصلش. 70 ألف جداد حسب الحصر المبدئي اتنصب عليهم برضو في مارس السنة دي في تطبيق جديد اسمه اس جي او ولا سجو حاجة كده. ده بقى بتاع مراهنات على نتائج المباريات الدولية. نفس الطريقة والله. حول فلوس وهتكسب. الناس تجرب وتكسب، تقوم محولة تاني، تقوم تكسب تاني، يقوموا يجيبوا اصحابهم معاهم ويعملوا التسلسل الهرمي ده، وهوب التطبيق يقفل وفلوسهم بح، وكل سنة وانتم طيبين. محدش بيتعلم يا جماعة. الموضوع واضح وضوح الشمس والله. الشركة بتقولك انا نصابة. يعني شركة تقولك انها بتعمل استثمارات في الاحداث الرياضية والمراهنات دايما بتكسب. هو في حاجة اسمها كده يا جدعان؟ يعني مبدئيا رهان اللي هو حرام طبعا، ما بيخسرش ابدا، اللي هو نصب طبعا. يا جماعة تستثمروا فلوسكم زي ما الناس كلها بتستثمر؟ يا ملوش لازمة السكك كده اللي شكلها غلط، عشان في الاخر بتنصب عليكم والله.